وانما يكون بقبض العلماء، العلماء يموتوا. مثلا قال قبض العلم علم الشريعه. الله يتوفى الناس اللي بيقولوا كلمه الحق، ممكن درس لكن ده اليوم. ما هو مثلا قال العلماء الذين يقولون كلمه الحق الله مكتلهم بيبقوا شويه، لكن اللي بيدعوا العلم وبيتكلموا باسم العلم كتار جدا. وهسه اتحداك كلامي ده انا مش عارف اقول الراي العام. هسه كلامي بقوله ده في ناس مرات بيخطوا ايديهم في راسهم، والله يقول لك الزول ده ما بيجيه حاجه، انت ما جاتك حاجه؟ لا ما جاتني اي حاجه تعجب للغرابه في الموضوع. والله طيب في ناس بيتكلموا في الكلام ده يقول لك يا اخي هاي، ومرات بيجيبوا لك كلام على اساس التعظيم تمي، وبعدين كده بيقولوا انت قرير يقول والله يا جماعه انا الزول ده حي، الزول ده حي لا صح، هاي حي قاعد وابوك الشيخ مات ما بتكلم عن جماعه العلم. تخيلوا قالوا مره انا رديت على المرعي في كتاب وانتشر في السوق وردعت وثقت له صوره وصوت، والكلام بتاعي ده مش اساءه ما اتكلم عنهم، انا ما اتكلم عنهم ده تخصص، انا بعد ده الدين في الطرق ده وثقت لها صوره وصوت، وطلبنا من الرؤوس ان ينزلوا معانا ومناقشات على مستوى الاتباع. فجماعه منطقيين مره ثانيه جاب لي واحد من اخواننا هو راكب معاهم ما عارفين لسه ما تعبان، بيتكلموا الجماعه كده في حفله في محل بتاع عداله، وبينهم فوقيه ده جاب لي الخبر بعد غريب قال لي عارف فلان؟ قال لك الزول ده كان يتكلم في ابونا الشيخ البرعي، قالوا لك مات ميته. قال لي وانا قاعد مات ميته، لكن في ناس صدقوا قالوا وتكلم في البرعي، معقول يخليه ينشبوا يجيب لي يقول والله انا اعطيت لك بحقكم اضطر انا عندنا كتاب اصول التخاذل عشان نخاف كامل التوحيد، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا، والله يخلي ذكر